مرحبا. مرحلة جديدة تأسيسية دخلتها العلاقات اللبنانية السورية مع الزيارة التي قام فيها اليوم وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى بيروت. فبعد مرحلة من التردد في العلاقة بين الطرفين، يعني لأنه كان كل طرف ينتظر من الطرف الآخر ما إذا كان هناك أي نية عدائية تجاهه منذ سقوط نظام الأسد واستلام السلطة الجديدة برئاسة أحمد الشرع حتى اليوم هذه الزيارة أتت لتغلق صفحة التردد والخشية والمخاوف، وخاصة أنه في لبنان كان ولا يزال هناك من يريد وله مصلحة بتصوير النظام السوري الجديد فزاعة. اليوم ما ورد على لسان أسعد الشيباني وقبل ما ورد على لسان الشرع يؤكد أنه لا نوايا سيئة لهذا النظام تجاه لبنان. أكدوا على احترام كل دولة لسيادة الدولة الأخرى ولاستقرار الدولتين، وبالتالي هذا ما يفترض البناء عليه. من ناحية الملفات التي تم بحثها، يعني بحسب المعلومات تم البحث بكل الملفات بشكل عام، ولكن كان القرار بأنه تشكل لجان تقنية تبت كل ملف، سواء ترسيم الحدود أو ملف الموقوفين السجناء السوريين أو موضوع النزوح السوري. وبحسب المعلومات موضوع السجناء السوريين سيكون له الأولوية، لأنه للبلدين مصلحة ببته وإنهائه. وبحسب المعلومات سيتم العمل قريبا جدا من خلال لجنة لبنانية وأخرى سورية بيلتقوا لوضع بروتوكول معين يسمح بتسليم السجناء السوريين لدمشق. طبعا هذا البروتوكول سيكون قانون يقر مجلس النواب على أن يعني باقي الملفات تبت تباعا. موضوع النزوح طبعا مرتبط بشكل أساسي بالمساعدات الدولية التي يفترض كمان أن تصل إلى سوريا والنهوض السوري. وكان لافت أيضا حديث وزير الخارجية عن الشراكة اللي يفترض تصير بين لبنان وسوريا، ويستفيدوا الاثنين اقتصاديا من المرحلة المقبلة، مرحلة إعادة إعمار سوريا. طبعا قسم كبير من اللبنانيين قد راح يشاركوا فيها، وهذا مهم، يعني تكون سوريا عم تفتح هذه البوابة للبنان.